كربلاء المقدسة يحث أهالي مندلي وقزانيا وجرزدين في محافظة ديالى خطاهم، فهذه الجموع تعلن بداية المسير من هناك إلى مدينة سيد الشهداء، مسيرة العشق والولاء التي اعتادوا على تأديتها كل عام. الكبار والصغار من النساء والرجال لا يثنيهم شيء عن هدفهم، وهم سائرون رغم المخاطر والصعوبات. نحن موكب الإمام جرزدين نقوم بخدمة الزائرين الكرام المتوجهين صوب كربلاء المقدسة من أهالي قزانيا ومندلي وجرزدين، ونرحب بالزائرين الكرام. مواكب الخدمة انتشرت على طول الطريق، وهي تقدم الطعام والشراب للزائرين بما لذ وطاب وسط انتشار المفارز الطبية والقوات الأمنية لتأمين وصول الزائرين. أما الزوار فشكرهم ودعائهم للقوات الأمنية والحشد الشعبي لم ينقطع منذ أول خطوة ساروا بها وحتى وصولهم. قام موكب الإمام جرزدين عليه السلام بنصب موكب على طريق الرابط بين ديالى وواسط لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، تقديم جميع الخدمات للزائرين من أكل وشرب وجميع الخدمات لزوار أبا عبد الله الحسين. وإن شاء الله ربي يحفظ الزوار ويحفظ جيش البطل ويحفظ القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس بحق محمد وآل محمد. وإذا كانت هذه الطلائع من أهالي مندلي، فإن الأيام القليلة القادمة ستشهد ازديادا كبيرا في الزوار، حيث ستكتظ الشوارع والطرقات بسيل بشري يمتد من أغلب مناطق البلاد حتى كربلاء المقدسة، وهو المشهد الذي لا تجده في كل أنحاء العالم إلا في هذه البقعة المباركة. للفرات بفؤاد.